السؤال الدارج يوميا: هو انا ليه ابني المتاخر في الكلام اعلمه عربي، وانا كده كده هدخله مدارس امريكي او بريطاني؟ انا شايفه ان العربي مش مهم ان هو يتعلمه طالما بيقول لي كلمات انجليزيه اقدر افهمه بيها ويفهمني وبنتعامل، والعربي يبقى يجي بعدين. طيب، اللغة الإنجليزية لغة مهمة، أنا عارفة مهمة كتير خصوصا للمغتربين، بس اللغة العربية أهميتها أكبر. اللغة العربية من أهم اللغات، 300 مليون شخص في العالم بيتكلموا اللغة العربية. اللغة العربية لغة حرف الضاد، اللي لو لاحظنا ان 3/4 الغير ناطقين باللغة العربية ما عندهمش حرف الضاد، لان اللغة العربية هي الوحيدة اللي بتحتوي على الحرف ده. اللغة العربية هي مخارج الحروف الصح، اللغة العربية هي تجويد، اللغة العربية هي أدب والنثر والشعر والضمائر. اللغة العربية هي اللي بتعتمد على على مسارات الفهم عندي في المخ، التعبير والاستقبال. لغة مش مجردة زي اللغات الأجنبية. اللغة العربية من أهم اللغات اللي أنا لازم أعلمها لابني، خصوصا إن هي دي لغة الأم بتاعته، مش لغة مستحدثة ولا جديدة عليه. اللغة العربية المفروض تبقى هي أول لغة أعلمها للطفل العربي.